السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة دايما يا رب. بمناسبة الغلا اللي احنا فيه ده وكل واحد عايز يوفر بطريقته، فانا كنت اول مرة اجرب الصابون المركز ده ان انا اخففه عشان يبقى عندي 8 لتر من الصابون ب25 جنيه. الكيس ده اسمه شاين كلين ب25 جنيه، هتلاقوه عند بتاع المنظفات. كانت اول تجربة ليا فيه، قلت اجربها معاكم عشان يعني لو قدرت افيد بيها حد. نقطع الكيس كده هنلاقي جواه كيس تاني. الكيس اللي جواه ده جواه زي عجينة أو سايل كده، حاجة شبه قوام التشيز السايل وكده. بتجيبي الأول حاجة لتر واحد مية بس، وتحطيه في طبق كبير تقدري توزعي تقلبي فيه كويس وتفرغي العجينة بتاعتك دي. لتر واحد، احنا كده خدنا لتر واحد من التمانية لتر. تمام، هنضيف اللتر كده. بعد كده فضينا الكيس ده في طبق كبير زي ما قلنا. هنمسك المضرب اليدوي بتاعنا ونبدأ نقلب فيه ونفكك العجينة دي جوه لتر المية اللي احنا حطيناه في اللتر المية بس. وبعد كده نفضل نضيف لتر لتر تدريجيا، واحنا بنضيف كده نقلب. كانت بنوتي بتضيف لي نضيف لتر ونقلب لتر ونقلب لحد ما يبقى كده ضفنا 8 لتر مية. لتر في الأول قلبناه بيه، وبعد كده ضفنا 7 لتر من المية. استنيت كده في الطبق لحد ما الرغوة راحت عشان اعرف اصبه في العبوات بتاعتي او الازايز بتاعتي كويس قوي. كان قوامه حلو قوي. هو ممكن يكون في عيب حاجة بسيطة جدا، انه بيركز معايا لتحت. التركيز بيبقى تحت بعد الاستخدام، يعني لاحظت المعلومة دي، بس دي مش معلومة رخمة يعني، لان انا ممكن اقلب العبوة وخلاص قبل ما افرغ منها. لكن كاستخدامه حلو جدا وعجبني جدا وموفر معايا برضو. دول كده ال8 لتر من الصابون. وزعت في العبوة دي، كنت بجيب فيها صابون الكبيرة دي 5 لتر، والتانية دي 2.5، ودي حوالي 700 جرام الصغيرة اللي هي بتاعة الصابون. فكده بقى معانا 8 لتر من الصابون و25 جنيه. التجربة جميلة، ودي كمان كده على الليفة بوريكم الرقبة بتاعتها انها كويسة، مش سيئة خالص يعني. انصحكم تجربوه. هو خلاص انا كده بصور الفيديو بعد ما اكون خلاص قربت اخلص الصابون اللي عندي اساسا يعني. استنيت لحد ما خلاص خلصت. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والكومنت والاشتراك في القناه لكل الجداد، فضلا وليس امرا. مع الف سلامه يا حبايبي، في حفظ الله.